أنا في عمري 24 سنة، عندي خويا وأختي صغار عليا مع ماما وبابا من طبقة فقيرة والحمد لله. بابا قرانا وتعب علينا ومازال يتعب. عشت حياة شوية صعيبة. بابا ما كانش يلحق حتى قرايتي، ما قدرش يوفر لي حاجاتي كامل. حاولت نقرأ ونعاون بابا، قريت وكنت ديما من الأوائل، والحقت للجامعة في عمر 18 سنة، وكنت نتمنى نتخرج ونكون طبيبة. المهم أنا كنت بزاف شابة، الطول والزين، والحمد لله ربي عطاني كل مواصفات الجمال. أتقدم لي شحال من واحد باش يخطبني ما نقبلش، بحكم مازالني صغيرة وما زلت نقرأ، وطموحي كان أوسع وما خممتش كامل في الزواج. هدرت مع بابا، قلت له أي واحد يجي يخطب قل له لا ما تحبش، خليني نبازي على قرايتي. المهم بابا وافق على كلامي، بما أنه بابا يحبني ويلبي لي كل طلباتي. كي كنت نروح نقرأ روماركيت أنه كي نجي داخلة للجامعة ولا نجي خارجة نشوف واحد إنسان حابس بالطونوبيل برا ويبغى غير يشوف فيا. واحد نهار غير خرجت مشيت شوية، جيت رايحة لدارنا، جاي يهدر معايا، قال لي سمحي لي حبيت نطلب منك حاجة برك. أنا قلت له ما تهدرش معايا. كملت نمشي، ما شفتش كامل في وجهه وهو مازال يهدر. قال لي أنا راني ناوي الحلال، أعطيني برك النيميرو تاع بابك، ولو وعدك ما تزيدش تشوفيني حتى نهار تشوفيني في داركم. أنا ما قيمتوش كامل وكملت طريقي، لحقت للدار، دورت مورايا حتى نشوفه حابس بالطونوبيل ويشوف فيا. أنا دخلت للدار وغلقت الباب، روح ديريكت نطلب الطاقة، لقيته راح. قلت ما هذا زاد عرف دارنا، رايحة نحصل به، وقلت لازم ندير حاجة باش ما يزيدش يتبعني ويدرنجي فيا. رجعت نقرأ كالعادة، قريب سمانة ما شفتش هذاك الراجل حتى وليت نخمم عليه. قلت زعما علاش ما راهش يجي، كاش ما صرالو. حتى واحد نهار بالخميس جيت خارجة من الجامعة حتى نشوف يتخرج من الطونوبيل، أنا خسرت حتى نشوفه هو هابط من الطونوبيل ويدو بالبلاط. في الأول أنا ما عرفتوش باسكو بدل طونوبيل ماشي اللي كان يجي بها مقبل. من ثم ما زلتش خسرت فيه وكملت طريقي، رحت لدارنا، جيت داخله للدار وشفت مورايا لقيته تبعني. دخلت للدار، روح ديريكت نعاود نطل من الطاقة حتى شفته جاي عندي. جوست طليت من الطاقة حتى نشوفه جاي ويقرب لدارنا حتى لحق الباب. ما شفتوش واش دار باسكو الباب تاع دارنا ما تبانيش من الطاقة. دقيقة حتى شفتو رايح. هو راح، أنا خرجت عند الباب، فتحتها لقيت ورقة لاصقة في بابنا من تحت، عرفتها ودخلت للدار، رحت لشنبرتي فتحتها لقيت كاتب لي في ورقة أنا راني ناوي الحلال وما قدرتش نهضر مع بابك بدون موافقتك، وإذا راكي قبلها بعتي لي ميساج وخبريني. خلاني النيميرو تاع التليفون، الورقة خبيتها وليت نروح نقرأ كيما موالفة. بعد 3 أيام حتى تلاقيته جا عندي هدر معايا، قال لي استنيتك ما بعتيليش ميساج عيطي لي. قلت له تعيش أختيني ما تزيدش تبعني، وانا قلت لك مانيش حابه نتزوج، تزيد دور بيا نشكي بك. قال لي انتي قضيتي. خليته واقف ورحت. بعدها ولا العوايدو كل يوم يستناني، ما زادش جادر معايا حتى واحد نهار قلقني ولا يعقدني كنشوفه. عيطت له بالماسكي، هو غير ريبوندا، بديت نعاير فيه ما خليتلوش وشبعته معايرات. غير كملت قال لي صوتك شباب. أنا تنيرفيت وكوبيت له في وجهه، سوبريميت النيميرو وقطعت الورقة. قلت بلاش بلاني ربي، هذا أكبر صامت. أنا ما عرفتش واش ندير، حبيت نقول بابا يروح ليه ما حبيتش المشاكل. واحد نهار شفته بالطونوبيل ويتبع فيا بعد شوية على الجامعة ورحت عنده. قلت له دوك انت ما تحشمش، قلت لك ما تعجبنيش افهم اخطيني. خليته ورحت للدار وبقى في طبيعته يستناني عند الجامعة. حتى واحد نهار قلت نقول بابا يشوف لي حل، حكيت له وديت بابا معايا، قعد يستنى فيا برا حتى وين خرجت شفت ذاك الراجل في الطونوبيل. قلت البابا هذاك هو. راح بابا ليه قعد يهدر معاه واحد 4 ساعة، من بعد جا بابا عندي
قال لي خلاص بنتي، راني هضرت معاه وهو كان ناوي يتزوجك، وقلت له بلي ما زلتي صغيرة وما درتيش الزواج في حسابك. خلاص بنتي، ما راحش يزيد يدير رمجي فيك. رجعت مع بابا للدار. المهم وليت نروح نقرا كيما العادة، ما زدت شفتو ولا تلاقيتو لمدة شهر. قلت الحمد لله، تهنيت منه. مي الصراحة بقى في بالي كل ما ندخل نقرا ولا نخرج ولا كي نروح لدارنا يجي في بالي. حتى واحد نهار بابا طاح مريض ودخل السبيطار، وليت نخرج من القرايه نروح السبيطار نشوف بابا. حتى جا نهار كنت رايحه عند بابا شفتو يتبع فيا. جيت داخله السبيطار جا عندي قال لي واش بيك؟ غير الخير. قلت له مازال ما تربيتش. وهو يسقسي فيا ويقول لي ما نروحش منا حتى تقولي لي واش بيك، علاش جيتي للسبيطار؟ قلت له بابا راه في السبيطار. خليته ورحت عند بابا شفته ورجعت للدار. غدوة من ذاك زدت رحت نشوف بابا حتى لقيته قدامه الفاكهة الماكلة، جابوا له لبسة جديدة، صابونة سربيتة، الصابون سربيتة، المهم جابوا له كل شيء. قلت له بابا هادو شكون جابهم لك؟ قال لي ما على باليش يا بنتي، جبتهم لي واحدة الفرملية، قالت لي بعثهم لك صاحبك. كي قلت لها شكون؟ قالت لي ما نعرفوش. أنا توسوست وشكيت في الرجل اللي تبع فيا وقلت إذا تلاقيته نسقسيه. غدوة من ذاك صباح جيت رايحة نقرأ حتى شفته، ما هدرش معاه، كنت روطار. كملت قرايتي خرجت حتى نشوفه برا قاعد في الطوموبيل. في الأول حشمت نروح ليه، بديت نمشي حتى هبط من الطوموبيل وتبعني. جا سقساني على بابا، قلت له راه مليح، وقلت له نسقسيك انت اللي شريت البابا الماكله واللبسه؟ قال لي لا ماشي انا. قلت لي مالا شكون؟ وانا جيت رايحه قال لي اذا ممكن تعيطي لي العشيه حاب نهضر معك. قلت له انا مانيش حابه نهضر معك، والنيميرو تاعك قطعته ورميته. جيت رايحه تبعني حتى للدار. انا دخلت للدار، دخلت وغلقت الباب حتى سمعت دقيق في الباب. قلت السور هو اللي جا. رحت فتحت الباب لقيته واقف جاي يعطيني نيميرو تليفون في ورقه. جيت نغلق الباب في وجهه، ارمى لي الورقه داخل الدار وراح. غلقت الباب، فتحت الورقه لقيت مكتوب فيها ربي يحفظك، عيطي لي نهضر معك ونوعدك بعدها ما راحش تزيدي تشوفيني. دخلت لشومبرتي قلتي مالا خلاص نعيط له نشوف واش حاب يهضر بالك نتهنى منه. عيط له بالماسكي قال لي انا شفتك عجبتيني وراني حاب نجي نخاطبك. قلت له شوف يا وليد الناس، انا ما رانيش نخمم في الزواج وطموحاتي كبر من الزواج، واسمح لي ربي يجيب لك من جهه اخرى. قال لي معليش نستناك حتى تكملي قرايتك. قلت له غير روح شوف حياتك وشوف واحده اخرى وما كان له تستناني. من بعد قال لي وراك والزمن طويل. كوبيت عليه. من بعدها ما زدت شفته ولا تلاقيته. كانت عندي واحده صاحبتي تقرا معايا وفي نفس الوقت جارتي. جات عندي قالت لي إلهام سقساني عليك واحد. قلت لها شكون واش سقساك؟ قالت لي قال لي واسمها شحال عندها خوتها وكيفاش عايشين وراني ناوي نخطبها. انا ما خبيتش عليه قلت له كلش. قلت لها اذا تعرفيه؟ قالت لي لا شافني برا عند الجامعه جا سقساني. زعفت عليها قلت لها هذه اخر مره اي واحد جا سقساك عليا قولي له ما تعرفينيش. بعد ايامات خرجت من القرايه جيت للدار لقيت واحده المراه ما نعرفهاش تهدر مع ماما. سلمت عليها ورحت لشومبرتي قلت بالك صاحبتها. حتى وين راحت جات ماما عندي قالت لي المراه هذه جات هدرت لي عليك باش تخطبك لوليدها، وانا قلت لها ما زلتي صغيره وما راهيش تخمم في الزواج. بعدها جاني فضول حبيت نعرف شكون هذا المراه. قلت السور هو اللي بعث يماه كي رفضته. درت النيميرو تاعو وعيط له قلت له انت اللي بعث يماك لدارنا؟ قال لي ايه. قلت له ياك قلت لك باللي ما رانيش قابله. قالت لي يما تزوج. قلت لها يما راني نعرف واحده طفله روحي خطبيها لي. كوبيت ديريكت عليه. في الليل حتى دخلني نيميرو جديد ريبونديت عليه. قال لي إلهام. قلت له ايه شكون؟ قال لي انا نزيم. قلت له شكون نزيم؟ قال لي اللي حاب يخطبك وانت رفضتيه. عرفته. قلت له النيميرو تاعي منين جبته؟ قال لي اخر مره عيطي لي فيها ما عيطيليش بالماسكي. قلت له تعيش ما تزيدش تعيط لي. جيت نكوبي. قال لي اذا كاش ما خصك هذا النيميرو تاعي وعيطي لي في اي وقت.
قلت له ما راحش نحتاجك، كوبيت له في وجهه. بعد أيامات أخرج بابا من السبيطار، داروا له عملية وقعد في الدار ما يقدرش يتحرك وما كانش اللي يصرف علينا. خاوتي صار وبابا كان خدام جورني عند الناس، وكان لازم عليا نبلوكي العام ونخرج نخدم حتى وين يبرى بابا. بلوكيت العام وخرجت نحوس على خدمة، حوست بزاف. في الأول لقيت خدمة، خدمت سمانة وحبست كي صاحب المحل بدا يتحرش بيا. من بعد حوست بزاف ما لقيتش، حتى واحد نهار قلت نعيط لذاك الرجل ونقول له يشوف لي خدمة محترمة نخدم حتى نهار يبرى بابا. عيط له، قلت له إذا تقدر دير فيا مزية. قال لي إذا نقدر ماشي خسارة. قلت له بابا خرج من السبيطار، دار عملية وما عنده الشهرية، خدام عند الناس، إلا تشوف لي خدمة نديباني بها حتى وين يبرى بابا. قال لي وقرايتك؟ قلت له بلوكيت العام. قال لي نقدر نعاونك، كاينة واحدة عندها محل تاع المبل، أهدر معها ونرجع لك الأخبار. قلت له مي لازم تكون الخدمة قريبة لدارنا. قال لي ماشي مشكل، نشوف ونرجع لك بالأخبار. بعد ساعة عيط لي، قال لي هدرت مع المرأة وقالت لي بعثها، وإذا تحبي نجي معك ولا نعطيك النيميرو تاعها وعيطي لها. قلت له خلاص أعطيني النيميرو تاعها نعيط لها. هدرت معها ورات لي وين البلاصة وتفاهمنا. غدوة من ذاك رحت ليها للحانوت، عجبني المحل، تفاهمنا على السومة، تخلصني 3 ملايين ونص للشهر. أقبلت وفرحت بالخدمة. غدوة من ذاك بديت الخدمة، نروح 9 للخدمة نكمل على 4 تاع العشية. بعد ما خدمت نهار عيط لي نزيم، قال لي كيفاش مع الخدمة، عجبتك؟ قلت له مليحة، عجبتني يعطيك الصحة. وكان مرة على مرة يعيط لي يسقسيني عليا وعلى بابا. رجعت نهضر معاه نورمال، ماشي كل يوم مين داك، وكي نهضر معاه ما نطولش. المهم بعد 2 شهر خدمة، المرة اللي تفاهمت معاها مرضت ما جاتش تخدم، بقيت غير أنا وزوج خدامين، طفلة وراجل. بعد 2 يوم جا واحد الراجل مع مرته يخيروا الصالون، أنا كنت نشوف معاهم ونفهم فيهم، حاب يشري كلش. قال لي دار وليدي جديدة، شاف كامل اللي عجبوه، قال لي ندي عليكم هادو كامل، وقال لي نتفاهم معاك على سومة ولا مع نسيم. قلت له نسيم؟ شكون نسيم هذا؟ ما نعرفوش. قال لي المعلم تاعك. قلت له المعلمة تاعي مرا اسمها سلوى. قال لي هذه كونطابل تاعو، أما صاحب المحل واسمه نسيم. قلت له والله ما على بالي. قال لي معليش، غدوة نولي نتفاهم مع نسيم. راح الراجل وانا عيطت نسيم، قلت له علاش ما قلتليش باللي المحل تاعك؟ قال لي خفت نقول باللي المحل تاعي وما تجيش تخدمي. قلت له ايه ما نخدمش، وجيت خارجه رايحه لدارنا، لحقت للدار حتى وين عيط لي ما حبيتش نريبوندي عليه. بعث لي ميساج قال لي سمحي لي إلهام، ما دخلتيش الامور، رجعي الخدمه، من نهار دخلتي تخدمي ربحت عليك وراح نزيد لك في السومه. انا قلت له ما نخدمش. قال لي كان ما راني نجي وما راني نديرونجي فيك. قلت له شوف اذا هكا ما راحش نجي وما راح ديرونجي فيا نولي الخدمه. قال لي داكور، اليوم ريحي وغدوه ولي لخدمتك. غدوه من ذاك رجعت لخدمتي. بعد سمانه حتى جا الحانوت، شفتو تقلقت، رحت عنده قلت له ياك قلت لي ما نجيش، على تجي دوكا؟ قلت له الى هكا انا رايحه لدارنا. قال لي صبري ما تقلقيش، جيت ندي واحد الحسابات ونروح. ادخل البيرو وقعد واحد نص ساعه وخرج. كي جا رايح قال لي سمحي لي يا المعلمه، سمحي لي على ديرونجمون، ان شاء الله ما نكونش طولت. قلت له اسمح. من بعد ولا مره على مره يجي ويقول لي نسيت حاجه، ندي حسابات كل مره كيفاش يلقى لي سبعه. وليت نتلاقى في الحانوت ويجي يخدم معنا، ولو كيجوا الناس يشروا ويخلصوه دراهم اللي يعطوهم له زياده يعطوهم ليا. حتى واحد نهار زاد عرض عليا زواج، وانا هضرت معاه وزدت فهمته. قال لي نخطبك وكي تكملي قرايتك نتزوجوا. قلت له غير روح شوف حياتك، انا ماشي كي قبلت نخدم عندك معناتها راح نقبل نتزوج بيك. قلت له غير انسى. جاي شدني من يدي، جبت روحي عليه وخرجت من الحانوت. رحت لدارنا، دخلت لشمبارتي بديت نبكي حتى وين عيط لي. قال لي خلاص إلهام سمحي لي ولي لخدمتك. قلت له سيبو ما نزيدش نجي. هدرت مع ماما قلت لها ما نزيدش نروح نخدم خلاص. قالت لي يا بنتي انت ما راكيش تقراي خدمي، تعاوني روحك وتزيدي تعاوني باباك شويه، راكي تشوفي باباك مازال له عيان. شفت الظروف تاعنا وبعد سمانه خممت،
قلت نعيط له ونقول له نولي الخدمة. ديك العشية عيط له، قلت له غدوة نجي نخدم. أنا غير قلت له هكا، هو فرح، قال لي مرحبا بك والمحل محلك. كوبيت معاه. غدوة من ذاك الصباح نوضت لبست حوايجي وخرجت رايحة للخدمة. غير الحق لقيت الخدامين، دخلت بديت نخدم، هو ما كانش تما. خدمت سمانة ما شفتوش كامل، ما جا ما عيط. هذيك العشية رحت للدار، قلت نعيط له نشوف علاش ما يجيش. كل ما نعيط له نلقاه مغلق، نعاود نعيط نلقاه مغلق. بصراحة حسيت روحي تقلقت عليه. في الليل حتى عيط لي، ريبونديت، قال لي إلهام عيطي لي، صبت لي زابال تاوعك. قلت له اسمح لي، غلط برك، باش نعيط لصاحبتي عيط ليك. قال لي ماشي مشكل. قال لي والخدمة صافا؟ قلت له صافا، كيما راني نشوف فيك راني مليحة. بدا يضحك، قال لي مالا هكا. المهم كوبيت معاه، روحت نرقد. ديك الليلة كي شغل بقى في بالي، ما على باليش علاش. المهم غدوة من ذاك رحت الخدمة، لحقت ل11، حسيت روحي عيانة والدوخة معايا وبديت نقيا. عيط النازل، قلت له راني مريضة لازم نروح للدار. قال لي قاعدي تما دقيقة نجي. استنيت وجا، الحق شافني بزاف عيانة. عيطت المرأة اللي تخدم معنا باسمها دليلة، قالها رواحي ندوها للسبيطار. داوني للسبيطار، داروا لي شكا وعطوني دواء، وفي طريق كي كنا راجعين شرى لي دواء، وصلني للدار، حطني وقال لي ريحي روحك، معليش نهار تشوفي روحك مليحة ولي للخدمة، والشهرية تاعك ما تقلقيش راهي تمشي. قلت له يعطيك الصحة. رحت لدارنا، كل ساعة يعيط يسقسي عليا. بعد يومين ريحت ورجعت الخدمة. كنت نخدم كالعادة، وبعدها نزيم ولا يجي مرة على مرة. حتى واحد نهار كانت عندنا شوية كوموند، جا نزيم وبدينا نوجدوا في الكوموند تاع الناس باش يدوها. جات عندي دليلة اللي تخدم معنا، قالت لي انتي قاعدي هنا وانا نروح مع حميد هذا انسان كبير شوية يخدم معنا ويعرف يمونتي لي شومبر. المهم راحوا وقعدت انا وحدي. حسيت روحي عييت شويه، حتى وين جا نازم عندي قال لي راكي تباني تعبتي، روحي للبيرو تاعي كاين فوتاي تما ورحي شويه، ياك الخدمه ناقصه وانا راني هنا. قلت معليش انا نروح نريح نص ساعه ومن بعد نولي لخدمتي. دخلت للبيرو وكانت اول مره ندخل البيرو تاعو. تكيت في الفوتاي حتى بدات تديني عيني، سمعت الباب تاع البيرو اتحل، فتحت عيني حتى لقيت نازم قدامي. قلت له واش راك دير هنا؟ قال لي اليوم لازم نهضر معك. قلت له واش تهضر معايا؟ قال لي في امر الخطبه. قلت له ياك هضرت معك وفهمتك انا ما رانيش حابه نتزوج وعندي قرايتي قبل كل شيء. جيت خارجه شدني من يدي وزير عليها، قال لي قاعدي مازال ما كملتش هضرتي. صراحه انا خفت، قلت له طلقني ولا دوك نبدا نعيط. قال لي شوفي ريحي روحك وما تخافيش، ما راح ندير لك والو، نهضروا ونتفاهموا. انا خفت، قلت له ما رانيش حابه نهضر معك فهم. قال لي سير تهضري معايا وماشي كيما تحبي انتي. قال لي انا عجبتيني وما راح ندي حتى وحده غيرك انتي ولازم تقبلي. اضربت بكف، قلت له ما تمسنيش، تبقى غير انت وما نتزوج بيك. قال لي حابه تكوني مرتي واللي تطلبيه يحضر، نحقق لك كل امانيك وحاجه ما تخصك معايا كي انتي كي اهلك. قلت له ماشي كي شفتنا زوا ولا معناتها راح نركع لك وتستغلني. قلت له جامي نتزوج بك وجامي نقبل بواحد كيفك. طبعته وجيت خارجه، لقيت غالق الباب. قلت له افتح الباب ولا دوك نبدا نعيط. قال لي عيطي على روحك، ما كاش اللي يسمعك. بديت نعيط حتى واحد ما رجع لي ولا سمعني. من بعد قال لي ياك قلت لك باللي واحد ما يسمعك. بديت نبكي وانا خفت كاش ما يدير لي، وبديت نعيط ونعير فيه وهو غير ساكت. حتى شويه هكا قرب ليا وجاي مسني. طبعته، قلت له ما تمسنيش يا الخامج، انت خدعتني ونيتك ماشي مليحه، شفتني زواليه جيت نخدم على دارنا دير لي هكا، نوكل عليك ربي. من بعد قرب ليا وشدني من يدي، قال لي يا نديك انا يا يديك ربي. تما صراحه وليت نرعش، بديت نعيط وهو ما رحمنيش كامل وما خلانيش نخرج. اسكت شويه من بعد قال لي نسقسيك اخر سؤال، تقبلي بيا؟
وندير لك في الدنيا دنيتين، واي حاجه تحبيها نحققها لك، وما راحش نحبسك من قرايتك، وراح نخليك تقراي حتى تتخرجي، وانا نعاونك ونقف معك. قلت له ما نحتاج والو منك، كل حاجه عطيتها لي نرجعها لك، خليني برك نروح. اجبدني ليه، عانقني بالسيف، وانا نحاول نسلك روحي منه. هو مزير عليا وانا غير نعيط ونبكي. زيرني لصدره وقال لي غير انت اللي نديك باش حبيتي. وبعدها طبعني فوق الفوتاي وجا فوقي، بدا ينحي لي في حوايجي وانا نعيط ونبكي ونقول له واش راك دير في قل روحك، راك رايح تغلط غلطه كبيره. من بعد قال لي ما لقيتش حل اخر. قلت له تمسني راح نشكي بيك وندخلك للحبس. قال لي اذا كانت هذه الحاجه تدخلني للحبس وبعدها نتزوج بيك راني قابل. قال لي من غيرك انت ما نتزوج حتى وحده. شفت فيه وانا مخلوعه، ما كنتش دايره في بالي نلحق لهذا الشيء، وبديت غير نبكي ونعيط حتى وين خلاص صوت راح لي. قال لي نزيد نسالك اخر سؤال، راكي قابله ولا لا؟ بصقت له في وجهه، قلت له كنت تبقى غير انت في الدنيا. وعيني يحرقوا من دموع وانا تغشيت. جوست فطنت، لقيت روحي مغطيه بالفيستا تاعو وهو يبكي، حتى شفت باللي اغتصبني، وبديت نبكي ونعيط وهو يعانق فيا ويقول لي سمحي لي إلهام، ما كانش عندي حل واحد آخر. وانا نعيط ونرخص فيه ونبكي ونقول له نشكي بيك نشكي بيك، وهو يقول لي سمحي لي. لبست حوايجي خرجت. من بعد قال لي إلهام راح نتزوجك. انا ما رجعتلوش، جيت رايحه لدارنا ونبكي ونقول واش راح نقول بابا، واش راح نقول يا يما، واش راح نقول يما، لو كان يسمعوا الناس واش يقولوا عليا. يا ربي واش درت انا اللي وصلت روحي لهكا. الحقت للدار، شفتني ماما هكا، جت عندي قالت لي بنتي واش بيك، واش صرالك؟ انا ما حبيتش نقولها، قلت لها ما رانيش مليحه. دخلت لشومبرتي واغلقت الباب وانا غير نبكي. جات ماما وبابا عندي، قلت لهم راني حابه نقعد وحدي. حتى العشيه كامل جات ماما عندي، قالت لي احكي لي بنتي واش بيك. وانا ما قدرتش نصارحها، حشمت. قلت لها ماما صرالي مشكل في الخدمه وما كان والو. قلت لها ما نزيدش نروح نخدم. غدوه من داك الصباح بدا يعيط لي نازم، وانا ما ريبونديتش عليه، واللي طلقت التليفون وبقيت غير في الدار نعاني ونبكي، وعالم بيا غير ربي. كنت ندعي عليه حطم لي حياتي وفقدني شرفي. بعد ما كنت نمشي وراسي مرفوع وليت نعيف روحي. قعدت سمانه وانا في الدار وما نهضر مع حتى واحد. جازوا لي ايامات حتى حسيت روحي نسيت شويه، بقيت مصدومه ودخلت في ازمه نفسيه. اي نهار بعد نهار وانا في شنبورتي ما خرجت كامل، والماكله ما ناكلهاش. حتى واحد نهار تحت تغاشيت من لافابلاس. ماما عيطت لدليله، جات عندي وداتني للطبيب، شرات لي دواء ورجعتني للدار. تقريبا شهر وانا سفري وقلبي حرق وغير نبكي. بعد ما ريحت شويه قلت نروح نشكي به، واللي حب يسرى يسرى بلا ما يعرفوا اهلي. المهم لازم يدخل الحبس. غدوه من ذاك صباح رحت لمركز الشرطه. الحقت وبقيت واقفه برا، خفت ندخل. قعدت واحد ربع ساعه، جات في بالي نعيط له. شعلت التليفون عيط له، غير ما بدا يصوني ريبوند عليا. قلت له راني عند لابوليس وراح نشكي بك وراح نرشيك في الحبس. قال لي استناني راني جاي عندك، باش كي تشكيني بلا ما يجوا يحبسوا عليا يدوني من تما ديريكت، بالك ندخل الحبس تسمحي لي. قلت له كنت جوز حياتك كامل في الحبس وما نسمح لكش. كوبيت عليه. جيت داخله لمركز الشرطه، لقيت بوليسي تما عند الباب. قال لي واش تحتاجي؟ قلت له جيت نشكي. قال لي دخلي للصاله واستناي حتى نعيطولك. قعدت في الصاله نستنى حتى دخل نزيم. جا عندي قال لي قلت لك نجيك. قلت له ما لا اصبر دوك تشوف. شويه هكا حتى قال لي إلهام كاين حل واحد آخر. قلت له الحل الوحيد هو ندخلك للحبس. قال لي ماشي مشكل، نخرجوا لبرا ونحكوا شويه. قلت له ما عندك حتى هضره معايا، واذا عندك هضره احكيها للبوليس. من بعد قال لي نهضر معك دقيقه، ما تزيريش روحك من بعد تندمي. قلت له انت اللي درتها ما ندمتش وانا نندم. من بعد هكذاك مع روحي خممت، قلت نشكي بيه تمشي الهضره ونولي فلسان والناس ما ترحمش. قلت خلاص نهضر معاه ونشوفوا الحل. خرجنا برا.
خلي راني حاب نصحح الغلطة تاعي ونتزوج بك، ونوعدك نعوضك في كل شيء، تكملي قرايتك وانا نساعدك في كل شيء، ودارك وحدك. قال الدار نكتبها لك على اسمك، واللي تطلبيه يحضر. انا بقيت ساكتة وفي نفس الوقت نخمم على روحي والشرف تاع العائلة تاعي. قلت خلاص نتزوج به، من بعد نطلق منه. قلت له خلاص نخمم ونشوف. رجعت للدار، خممت مليح، بعد سمانة عيط له. قلت له خلاص أنا قابلة، بصح عندي شروط. قابلة نتزوج بك، هكذا نحافظ على سمعتي وسمعة عيلتي، وأنا ما راحش نحبك، يا لو كان دير واش دير. قال لي طلباتك أوامر، أما تاع ما راحش تحبيني راح عندي أمل، مع الوقت ومع العشرة راح تحبيني. قلت له غير ننسى نحبك، وحياتك نرجعها لك جحيم. قلت له ما تنساش تخليني نكمل قرايتي حتى نتخرج. قال لي نوعدك. شفته فرحان كي قلت له راني قابلة. قلت له وجهك صحيح، أنا ما راحش نسامحك عند ربي. اسمعنا من داك حتى جا واحد الراجل دارنا يحوس على بابا، أخرج ليه بعد نص ساعة رجع بابا. أهدر مع ماما وماما جات عندي، قالت لي تشفي المرأة اللي جات زمان تخطبك، راها عاود جا رجلها وهدر مع باباك. قال له زيد سقسيها بالك تكون بدلت رايها. أنا تما قلت لماما خلاص ماما أنا قابلة، راح نتزوج ونكمل قرايتي، هكذا نخرجوا من الظروف تاعنا. أي هذيك العشية رجعوا لهم الأخبار، قالوا لهم أرواحوا. عيط لي نازم قال لي الحمد لله وما راحش نخيب لك ظنك، رانا جايين السمانة الجاية وغدوة نبعث لك دليلة تجيب لك دراهم وشري واش حبيتي. المهم جات دليلة، خرجت معها، قضينا شوية اللبسة، مالقري ما كنتش فرحانة وما حاسة بوالو، وشفت باللي الخطبة هذه محتمة عليا غير باش نغطي الفضيحة. المهم الحق نهار اللي باش يجوا فيه البست ماكيت شوية غير من فوق القلب حتى ويلحقوا. جا وجاب أهله، دخلوا للدار، رحبوا بهم والديا، قعدوا حتى وين جات ماما عندي. قلت لها روحي صراحة ما كنتش حاسة كبل بهذه الخطبة، من الغالب محتمة. درت كوراج وخرجت عندهم، سلمت عليهم وانا حاطه راسي وقاعده. كبلوا الهضره تاعهم وراحوا. بعد يومين رجعوا لنا الخبر، قالوا لنا قابلين، اعطوني في الشوفه خاتم وموراها زادوا قالوا نولوا. رجعوا هدروا رسمي، قطعوا الشرط، وكي جاو رايحين اعطوني 20 مليون. المهم حددنا العرس بعد 3 شهور، وجدنا للعرس وعرسي هو تكفل بالمصروف تاعهم. المهم جازوا ليامات تولحق العرس، جاب كورتاج ما حبش يخلص. واش نقولكم، عرس ولا في الأحلام. مي أنا ما عشتوش ولا حسيت به، فقدت كامل الشعور وما فرحتش، والفرحة من قلبي ما حسيتهاش. بعدها اداني لداري، اقعدنا، جل عندي قلت له ما تمسنيش راني عيانه. رقدته هو ما دناش ليا، كل يوم هكذاك هو يدنا وانا نصدو. المهم بعد ما عشنا ايام كنت نخافو كي يدنا ليا ما نخليش، وليت نشوف الصوره اللي اغتصبني بين عينيا. حتى بعد مده وبعد العشرة بديت ننسى ونوالف، بعد ما عيشني غير في المليح، مقدرني ومعززني ودارني فوق راسه. بديت بعدها نحب نازم كتر واكتر، وهو حبني كتر. دوك الحمد لله عندنا 2 دراري إسراء وبراء، والحمد لله كملت قرايتي وراني قريب التخرج. هكذا نكونوا كملنا القصة تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنسوناش ديروا جيم والاشتراك في القناة، وما نخفاش عليكم الحب اللي معيشني فيه خلاني ننسى واش دار. ودوك الحمد لله عندنا 2 دراري إسراء وبراء، والحمد لله تاني كملت قرايتي وراني قريب التخرج. هكذا نكونوا كملنا القصة تاعنا، وإلا عجبتكم ما تنسوناش ديروا نجام والاشتراك في القناة للتشجيع. في أمان الله.